السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كديروا مع الصحيحه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي امين. في هذا الفيديو البنات كما كتلاحظوا معايا غادي نديروا فطيره في المقلاة، كتجي زوينه بزاف وبشيشه. بالنسبه غير للفطور ولا اللي قلت للدراري ولا شي حاجه بحال هكا، يعني مقادير جد ساهلين وبساطين. كنحتاجوا البنات بيضه وحده، كنحتاجوا هنايا الكاكاو الوزن ديالو 7 غرام، كنحتاجوا هنايا خماره وحده 8 غرام، وهذا فانيلا 7.5 غرام ديال فانيلا. غادي نحتاجو البنات قبيصه ديال الملحه، هنايا 2 معالق كبار ديال السنيده. بالنسبه للسنيده يا البنات هذا كيبقى اختياري لكم على حسب درجه ديال الحلاوه اللي كتبغيوها في الماكله. المهم انا درت هنايا غير معلقه ونص، وهي كاين اللي كيدير فيها 2 معالق كبار ديال السنيده. مهم هنايا عندي 75 مليلتر ديال الحليب بما يعادل نص كاس ديال العنبه ديال الحليب، وعندي هنايا واحد 200 غرام ديال الطحين بما يعادل، غادي ديروا نتوما كاس ونص ديال العنبه ديال الطحينه البنات، واناء فين غادي نخلطوا المقادير. غادي نجيبوا الفوي، بسم الله. غادي نديروا الفانيلا. البنات تقدروا نتوما ما ديروش، الا ما بغيتوش السكر فانيلا ديروها بقشور ديال الليمون، قشور ديال الحامض، نتوما اللي بغيتو اختاروا اللي بغيتو. صافي نبداو نحركوا حتى يذوب لينا السكر شويه. مزيان غادي نعاود نديرو هذا، بسم الله. نضيفوا عليها الطحين، بلاتي نتاكدوا واش كنصور سريع ولا ما كنصورش. كنصور. نجمعوا البنات الخليط. دابا الطحين كيعاوتاني كيبقى على حسب البيضه، الا كانت كبيره ولا كانت صغيره. راه غادي المهم غديري عينك ميزان حتى غادي نضيفو دابا الحليب، بسم الله. نص كاس. خاصنا نحصلوا على داك الخليط البنات اللي كيكون بحال كتصايبي الكيكه. المهم عقد شي شويه ماشي بزاف. كما كتشوفوا بحال كما كنحصلوا على الكيكه، كتقدري ديري 8 وكتبقى شتيها وكتبقى لك. المهم ها الخليط وجد. غادي نجيب واحد الاناء اخر اللي غادي نستعمل فيه الكاكاو. هذا النيت اللي كنت استعملت، غادي نهز واحد المعلقه تقريبا معلقه ونص، نضيف عليه الكاكاو. الا ضفت عليه الكاكاو غادي يتقال، داكشي علاش غادي نزيد عليها البنات واحد شويه ديال الحليب باش يجيني الخليط هو هذاك. صافي. المهم البنات كما كتلاحظوا معايا انا راه جبت المقله ديال الطيفان اللي ما كتلصقش، نتوما حتى داك ديال البغرير الصغيره راها زوينه. غادي نستعملوا واحد لابوش ديال الميكه ولا تستعملي الميكه اللي عندك في الدار نقيه ديريها.
البنات نتوما قطيره شويه ديال الزيت باش ما تلصقش لينا. الا ما عندكمش الطيفه البنات تقدري ديري لك مقله عاديه دهنيها بالزيت ورشي عليها شويه ديال الطحينه، رشي عليها باش ما تلصقش لك، ومن بعد غتخوي هذا الخليط. نجيب هاد الدجاج تشوفوا نديرو على شكل دوائر بحال الحلزونيه. كنجيبو كيغدو الشكل هذا. البنات غادي نشعل عليها البوطه، وشوفوا البوطه غادي نديرها قليله على الحد ها. قلوا لي البوطه وخليو هذا الخليط عليه في نار هادئه، على نار هادئه، وغتخليوها طيب على خاطرها لمده 10 دقائق تقريبا صافي. وغادي نغطيوها بداكشي اللي عندكم، يعني غطيها بغلاقه ديال الطنجره ولا شي حاجه. انا نغطيها، انا نوريكم باش نغطيها انا نغطيها غير بالصينيه ونخليها 10 دقائق، ومن مره نطلعوا عليها، يعني ما نديروش، فهمتوا البنات؟ مره نطلعوا عليها باش ما نخليوهاش تحرق. هانتوما البنات راه نشفات ليا من الفوق، دابا غادي نقلبها واحد شويه غير تحمر ليا من الفوق صافي، وغادي نحطها في الطبسيل. هانتوما البنات من بعد ملي طابت ليا راني قلبتها كيف ما قلت لكم. هذا هو الشكل النهائي البنات. كنتمنى انه ينال اعجابكم. فريمون يعني المذاق ديالو زويون بحال الكيكه اللي كنديرو في الفران، غير هذا كيكون سريع بزاف، يعني في 5 دقائق تقريبا ولا 10 دقائق كيكون واجده لك هاد الكيكه ديال فوق المقلاة. المهم كنتمنى انه ينال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنساوش الضغط على الاشتراك لا مازال ما اشتركتوش.